الملك. افتتح هذه الجلسة الرسمية وأيده. تعيينه رئيسا بهذه المحكمة، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط لتلاوة سند تعيينه وبالتحاق السيد رئيس المحكمة الجديد بمقعده، والأمر بتحرير كل ما رجا بهذه الجلسة لرجوع إليه عند الحاجة. أعين القاضي السيد بلال مهرينا بمصاحبة السيد سفيان دريوش لهذه القاعة. أمر كاتب الضبط بتلاوة سند تعيين الأستاذ سفيان دريوش رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية. أولى 1437 موافق 12 فبراير 2016 من وزير العدل والحريات إلى السيد سفيان دريوش القاضي من الدرجة الأولى والمعين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينكم بوجدة. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، فبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة برسم الشطر الثاني من دورة جماد الثانية 1436 مارس 2015 وموافقة الجناب الشارف أسماه الله وأعز أمره وراعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تهانئي الحارة على هذه الالتفاتة المولوية الكريمة، راجيا لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة والسلام. وزير العدل والحريات المصطفى الرميل. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على دستور المملكة ولا سيما المادة 107 و108 منه، وبناء على كتاب السيد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في تاريخ جماد الأولى 1437 هجرية، موافق 12 فبراير 2016 تحت رقم 1905 كاتبين ألف قاف، الذي بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف اسماه الله وأعز أمره. الله يبارك مسجدي، الله يبارك مسجدي، الله يبارك مسجدي. بتعيين السيد سفيان دريوش رئيسا للمحكمة الابتدائية بوجدة والذي تولي الجلسة العمومية، وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك مصرح أن السيد سفيان دريوش قد وصل في منصبه الجديد رئيسا للمحكمة الابتدائية بوجدة يوم الأربعاء 20 جماد الأولى 1437 الموافق 2 مارس 2016 على الساعة 3:41 زوال في قاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بوجدة. ونطلب منه أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها ونرحب به، كما نأمر السيد كاتب بتحرير محضر يضمن فيه كل ما راج بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم آياته: وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. السيد والي الجهة الشرقية عامل صاحب الجلالة على عمالة وجدة أنقاد، السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة جردة، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، والسيد الوكيل العام للملك لديها،
السادة رؤساء المحاكم الابتدائية ببركان توريت وفيقيق والسادة وكلاء الملك لديها، السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، السيد رئيس المحكمة التجارية بوجدة والسيدة وكيلة الملك لديها، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور والسيد وكيل الملك لديها، السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات والسيد وكيل الملك لديه، السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة والسيدات والسادة المحامون، السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور، السيد رئيس الجهة الشرقية، السيد رئيس المجلس البلدي، السادة المسؤولون الأمنيون والعسكريون، السادة أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة برلمانيو منتخبو الإقليم، السادة مساعدو العدالة ممثلو هيئة العدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والنساخ، السادة والسيدات نساء ورجال الصحافة والإعلام، أساتذتي الأجلاء، زميلاتي وزملائي الأفاضل، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته. أشكركم جزيل الشكر المفعم بالامتنان على تشريفكم لي بحضوركم لهذه الجلسة الرسمية، كما أشكر أعضاء الهيئة القضائية الموقرة التي تفضلت بتنصيب رئيسا للمحكمة الابتدائية بوجدة بناء على سند التعيين الذي تم تلاوته قبل حين. حضرات السادة، إنه لمن دواعي الاعتزاز والابتهاج العميق أن أحظى بتجديد الثقة المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين على رأس هذه المحكمة. وعلى قدر اعتزازي بهذا التشريف فإني واع بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقي والتي تأتي والقضاء يمر بمرحلة حاسمة من الإصلاح الشامل الذي يرعاه جلالة الملك أعزه الله لما يتطلبه هذا المنصب من دراية قانونية وقضائية ومعرفة عميقة ودقيقة بآلية التدبير الإداري لتطوير الأداء النوعي للإدارة القضائية ومعرفة واجعلها أكثر احترافية، فضلا عن وجوب التحلي بالإخلاص المطلق لمبادئ العدل السامية وبروح الجدية والحزم والنزاهة والاستقامة والسهر على التطبيق السليم للقانون وإحقاق الحقوق ورفع المظالم والتفعيل الحقيقي لمبدأ القضاء في خدمة المواطن. وإني أعاهد الله سبحانه وتعالى وأؤكد عزمي على العمل على خدمة العدالة والوفاء للأمانة التي كلفت بها وأداء المهمة المسندة إلي بكل حزم ونزاهة وإخلاص، راجيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كما سأعمل جاهدا على إعطاء هذه المحكمة نفسا جديدا وجعلها مؤسسة قوية بسيادة القانون، مستنيرا بالتوجيهات النيرة والسامية لسيدنا الهمام المنصور بالله في خطابه السامي ل20 غشت 2009 حيث يقول نصره الله: وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون وملاذا للإنصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك. انتهى النطق الملكي السامي. كما أتعهد أمام الله أن أقوم بكل جدية وتفانين رفق جميع مكونات جهاز العدالة ومساعده بهذه الدائرة القضائية في الرفع من إشعاع هذه المحكمة بما يوازي حمولتها التاريخية وحجم الكفاءات التي تزخر بها في إطار رؤية شمولية مبنية على اعتماد لوحة قيادة وخارطة طريق متكاملة وواضحة المعالم، هدفها التفعيل المؤسسي والمنهجي لعنصر الشفافية والسرعة والجودة والفعالية في تقديم الخدمات القضائية، تكريسا للأمن القضائي وتسهيل الولوج إلى العدالة وتقريب القضاء من المواطن وجعله في خدمته في ظروف لائقة، وتحديث المحكمة بشكل نموذجي من حيث آليات العمل وجودة الخدمات وأدوات التتبع والمراقبة وسرعة الأداء واحترافية الإدارة القضائية. للارتقاء بالمحكمة الابتدائية بوجدة إلى المكانة التي تليق بماضيها التليد وتحسين أدائها الكمي والنوعي وتسريع وتيرة انخراطها الفعلي في اعتماد آليات التقييم الدولية الحديثة للأنظمة القضائية من زاوية حقوق الإنسان والمكرسة دستوريا والتي تهم متوسط عمر القضايا، وكذا تدبير مخزون القضايا ومدة صرف القضايا العالقة، وكل ذلك في مسعى للارتقاء بالقضاء بهذا الإقليم من ربوع بلدنا العزيز إلى المستوى الذي أراده جلالة الملك نصره الله ليكون قضاء في خدمة المواطن بتفعيل عنصر النجاعة والسرعة والتجرد وتعزيزا لاستقلال القضاء وحرمته وهيبته ووقاره. وبالمناسبة أتوجه بالشكر والامتنان للأستاذ الفاضل
الحسن بطيبي على المجهودات التي بذلها طيلة مدة تواجده على رأس هذه المحكمة، والتي فاقت عقدا من الزمن من أجل أن تصل المحكمة إلى المستوى الذي وصلته الآن، والمشهود له من طرف الجميع بالجدية والوطنية الصادقة ونكران الذات والاستقامة والنزاهة، راجيا من المقسط العادل أن يجعلني خير خلف لخير سلف، وما ذلك على الله جلت قدرته بعزيز. ولا يخامرني شك أنني سوف أجد في زميلي السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة الأستاذ محمد بوشني خير سند لي في أداء هذه المسؤولية الجسيمة، لما أعرفه عنه من نزاهة واستقامة وجدية وكفاءة. وسأبقى وفيا لروح التعاون وأسلوب التواصل المستمر والتشاركية مع مختلف مساعدي القضاء ومكونات منظومة العدالة، خاصة ذات الصلة المباشرة بتجهيز القضايا وإدارة الملف القضائي، السادة المحامون الشريك المحوري في صنع القرار القضائي، والسادة المفوضون القضائيون والسادة الخبراء، لما لعنصر التشارك من أهمية قصوى في تذليل الصعوبات قصد الرفع من مؤشرات النجاعة القضائية وتدبير الزمن القضائي للملفات بشكل معقول في احترام تام للقانون. إن تضافر جهود الجميع قضاة وموظفي كتابة الضبط ومحامين وكافة مساعدي القضاء كفيل بعون الله في جعل القضاء فعالا ومنصفا ومكرسا لمبدأ الثقة والمصداقية، ومحققا للأمن القضائي ومواكبا للتحولات الوطنية والدولية، ومستجيبا لانتظارات المتقاضين في عدالة قوية منصفة سريعة فعالة وزازها. فقط يلزم أن ينخرط الجميع في هذا الورش بضمير مسؤول ومخلص كمنطلق حقيقي للإصلاح، وهو ما أكده الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش، إذ قال جلالة الملك حفظه الله: ومهما تكون أهمية هذا الإصلاح ومع بأن له من نصوص تنظيمية وآلية فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمة انتهى النطق الملكي السامي. أبقى الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رافعا للعدل منارته وموطدا أركانه، وأسبل على جلالته رداء الصحة والعافية، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه تعالى سميع الدعاء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد وكيل الملك من مطالب أخرى. أشكر جميع الحضور على حضور هذه الجلسة الرسمية